هو مين أول واحد اكتشف الكرياتين؟ ويا ترى اكتشفه ازاي؟ وهل هو بيكتشفه كان عارف إن الكرياتين ده هيبقى مفيد للعضلات ولا جت معاه صدفة؟ طب هل الشخص ده كان عارف إنه هيبقى الأكثر مبيعا في العالم ولا هو تعمد يخليه الأكثر مبيعا في العالم؟ وانتشر إمتى؟ ولا الحكاية دي فيها إن وفي شركات هي اللي عمالة تدعمه بأبحاث عشان يبقى الكرياتين الأكثر مبيعا في العالم وتشتريه وتقتنع بيه؟ هل العلبة دي مفيدة فعلا يا كابتن آسر؟ ولا العلبة دي ضحك على الدقون؟ طبعا يا شباب انا بعتذر عن حلقه تحليل الكرياتين اللي اتاخرت واللي كنت وعدتكم بيها ان تبقى في عيد الفطر، بس ان شاء الله هحلل لكم منتجات الكرياتين في اقرب وقت واجيب لكم النتائج في حلقه تفصيليه. والنهارده برضو حلقه تانية عن الكرياتين، كاننا هنعمل سلسله حلقات عن الكرياتين تنتهي بالتحاليل، بس حلقه النهارده مختلفه شويه لان هي مش هتسمع فيها المعتاد عن فوائد الكرياتين للمخ والعضلات والكلام اللي انت بتسمعه كل مرة، ولكن هي حكاية تاريخية قصصية عن كيف نشأ الكرياتين ومين اللي اكتشفه مرورا لحد ما بقى المكمل الأشهر عالميا. فيلا بينا ناخدكم في رحلة من حكاية الكرياتين من أول ما اكتشفوه لحد يومنا هذا. سنة 1786 وتحديدا في فرنسا كان في عالم من رواد الكيمياء العضوية وليه مساهمات كتير في المجال ده. العالم ده اسمه ميشيل أوجن حاجة، هسيب لك الاسم قدامك على الشاشة. العالم ده وتحديدا سنة 1832 كان قاعد بيعمل شوية أبحاث على التركيب الكيميائي لأنسجة العضلات، وفوجئ إن هو لقى مركب نيتروجيني. عشان نبقى عارفين اي احماض امينيه او من مكونات البروتين، اي بروتين هو من الاخر بيبقى مركب نيتروجين. فلقى مركب نيتروجيني غير معلوم، قرر ان هو يطلق على المركب النيتروجيني ده كلمه كرياتين، ودي مشتقه من كلمه اغريقيه اسمها كيريا، وببساطة ترجمتها لحم. والعالم ده استنتج استنتاج ظريف جدا لما لاحظ ان مركب الكرياتين متركز جوه أنسجة العضلات. قال لك خلاص يبقى نستنتج ان هو غالبا ليه علاقة بالفانكشن او وظيفة العضلات. يعني المركب ده اللي انا الاقيه في كل أنسجة العضلات غالبا هيبقى ليه دور في وظيفة العضلات بشكل او باخر. ومن فرنسا لألمانيا عند العالم الألماني جاستس فون ليدبيج، وعذرا بقى على لخبطه اسماء كلها الماني، وبرضه هنسيب الاسم قدامك على الشاشه. ولكن خليني اقول لك قبل ما احكي لك عن العالم الالماني ده عمل ايه، افهمك الحلقه دي جت منين. الحلقه دي احنا بنجري ورا عالم من اللي اتكلموا على الكرياتين، وهنعمل زوم ان على نزاهه العلماء دي وعلى ابحاثهم عن الكرياتين دي كانت صادقه ولا مش صادقه. فما تستغربش لما نخرج شويه من الكلام عن الكرياتين ونتكلم عن العالم واخلاقياته وشغله وطبيعه ابحاثه كانت مموله ولا لا، علشان نكتشف هل الكرياتين ده فعلا صادقين في اهميته ولا مش صادقين. نكمل. جاستس كان نوعا ما عالم مثير للجدل، وابوه كان عنده محل عطارة بيبيع فيه أصباغ ومبيدات. جاستس حب الكيمياء جدا وابتدى يدرس التركيب الكيميائي للمواد وتعلمها في أقل من 6 شهور، وقرر يدرس في جامعة بون، وبعدها انتقل لجامعة تانية اسمها جامعة إرلانجن، وده إن دل على شيء يدل على عدم تفوقه العلمي. وذكر إن هو ما لقاش التعليم اللي كان مستنيه، والله أعلم الرواية دي كانت هي الحقيقية ولا هو ما كانش ناجح في التعليم الأكاديمي وكان بس بيحب الخلطات وتعليم حاجات الكيميائية جوه المحل بتاع والده. بعدها انتقل لمعهد في باريس تحت إشراف جي لوسك، وهناك اتعلم اساليب التحليل الكيميائي بدقه وكان مهتم بالكيمياء الحيويه والعضويه. وهنا طبعا هو رجع فين؟ في فرنسا، فكان مهتم جدا بابحاث ميشيل أوجين اللي احنا اتكلمنا عليه في اول الحلقه. وهو بيقلب في ابحاث ميشيل أوجين لقى البحث اللي كان عامله عن الكرياتين، قرر ان هو يعيد البحث والتنقيب عن ماده الكرياتين بشكل مكثف اكتر. وزي ما ميشيل أوجين كان رابط الكرياتين وقال انه غالبا هيبقى ليه دخل في وظائف العضلات،
قرر ان هو يمشي ورا نفس المنهج ده. فعلا ابتدى يعمل ابحاث على بعض من الحيوانات البرية زي ثعلب بري خدوا وقت كبير جدا في اصطياده ومطاردته في الجبل من كتر ما كان هو ثعلب بري شرس وبيجري بشكل سريع جدا، وفي المقابل مقارنة مع ثعلب حبيس، ثعلب تجارب ما بيبذلش اي مجهود طول عمره، والمقارنة هنا كانت صادمة. نسبة الكرياتين في الثعلب البري كانت تقريبا 10 اضعاف من الثعلب الحبيس، وطبعا كان الاستنتاج المنطقي ان وظيفة العضلات او الناس او الحيوانات اللي عندها عضلات بتستخدم بشكل مكثف نسبة الكرياتين جواها اكتر من الناس اللي مش بتستخدم عضلاتها. ولكن هنا خليني اقول لك الحيوانات اللي عضلاتها بتستخدم جواها كرياتين كتير وليست محتاجة كرياتين كتير، لان اكيد الثعلب البري ما كانش بياخد كرياتين، هو بقى عنده كرياتين من استخدامه لعضلاته. وركز كويس قوي في النقطه دي. وهنا جاستس حس التاجر وحس العطار اللي جواه صحي وقال لك بقى نسيبنا من العلم ونعمل لنا منتج نبيعه. خد الكرياتين اللي كان بيستخلصه من عضلات الثعالب وخلطه بنكهه لحم وعمل زي مسحوق او معجون بيتم خلطه بالماء علشان يطلع لك شوربه كرياتين، وسماها اسم بالالماني هسيبه لك كده قدامك على الشاشه، بس هو تقريبا بيتنطق ليد بيج فيليشخ اكستراكت، معرفش انا يعني نطق الالماني مظبوط ولا لا. فشوربه الكرياتين بنكهه اللحم دي تم التسويق ليها على انها منتج فيه كل اللي عضلاتك محتاجاه علشان تشتغل بلا اي دليل علمي واضح، هو فقط ربط ده من كل الحاجات اللي احنا قلناها قبل كده. الكلام ده كان سنة 1870 وبدأ يروج للمنتج وكل منه لقمة عيش قد كده على قفا الجنود والمستشفيات اللي قعد يبيع لهم 30 سنة من 1870 لسنة 1900 من غير ما يعمل بحث تجريبي واحد على البشر. وافترض فرضية ان اهم عنصر لامداد العضلات بالطاقة هو ناتج تكسير البروتين اللي هي الأحماض الأمينية وليست الجلوكوز. والنظرية دي طبعا تهاجمت كتير جدا من علماء، من ضمنهم أو أهمهم الفسيولوجي أدولف فيج أو الاسم كما مكتوب كده قصادك، والكيميائي يوهان سويسس مش عارف إيه كده برضه هنسيب الاسم قصادك. الناس دي انتقدت الفرضية دي وقال لك اللي أنت بتقوله ده عبث، وأهم حاجة للعضلات زي ما كنا عارفين اللي إمدادها بالطاقة وليست لإعادة بنائها هي الجلوكوز وليست ناتج تكسير الأحماض الأمينية. مع العلم إن ناتج تكسير الأحماض الأمينية ممكن يتحول لجلوكوز عن طريق عملية اسمها الجلوكونيوجينيسيس، ولكن دي مش أسهل حاجة على الجسم، ولكن الأسهل إن الجسم يطلع جلوكوز من مصدر كربوهيدرات صريح. ولكن هو كان بيروج لمنتج الكرياتين ده بأي حاجة يقدر يقولها حتى ولو عبث وفرضيات بدون دليل علمي واحد. ولكن دايما بيبقى في ناس ضد الهبد زي ما دايتن تشي كاب تقف ضد الهبد. طلع الكيميائي ادوارد كيمريتش اخد المنتج بتاع شوربة الكرياتين ده وقال لك بس مش انت بتدعي ان هو كافي للعضلات ومش محتاج اي حاجة تاني معاه، قرر ان هو يأكله لمجموعة من الكلاب لمدة 3 أسابيع. المنتج ده فقط يأكله لكلابه ويشوف ايه الناتج اللي هيحصل. وأسوأ مما تتوقع الكلاب دي كلها ماتت في خلال 3 أسابيع فقط. ودي كانت ضربة قاضية لشوربة الكرياتين بطعم اللحمة. وهنا خليني اقول لك ان التاجر او النصاب اللي بيلعب على طمع الناس واحلامهم وان ده الغذاء الوحيد الكافي لعضلاتك، اللي زي ما كل المسوقين اللي بيسوقوا المنتجات ملهاش تقريبا لازمة في عالم الجيم والفتنس بيعملوا معاك دلوقتي، هو برضو عمل كده زمان. الراجل ده ما سكتش، راح اخد الضربه زي ما احنا حللنا كده منتجات والناس راحت اخدت الضربه بس راوغت. الراجل ده عمل نفس التاريخ بيعيد نفسه، راح راوغ وراح قفل اسم شركته وغير نشاطها، فتح شركة جديدة باسم جديد بنشاط جديد وبدأ يبيعه برضه تاني، ولكن من غير ما يقول ان هو الحاجة الوحيدة اللي عضلاتك محتاجاها. وقال لك ان المنتج ده بيدي طعم احلى للشوربة. وده كان نهاية مكمل الكرياتين في القرن ده تماما، وما تمش بيع اي كرياتين تاني على اي هيئة. المحاولة دي كانت محاولة كويسة جدا للكرياتين، ولكن بدون اي ادلة واضحة لتفسير صحيح لتأثير الكرياتين على فسيولوجيا العضلة. خلينا ناخد فاصل علمي صغير قد كده ونفصل من الحكاية ونشرح هو الكرياتين ده اصلا بيشتغل ازاي، او نشرح اصلا
حاجه عن انظمه الطاقه اللي في الجسم بدون تعقيد. في حاجه في الجسم اسمها ال ATP، ادينوسين ترايفوسفات. لما بيحصل اي انقباض في عضلاتك جسمك بيستهلك من ال ATP دي. ATP دي هي تعتبر عملة الطاقة في الجسم. لما بيحصل أي انقباض وانبساط في عضلاتك الأدينوسين ترايفوسفات بتتحول إلى أدينوسين دايفوسفات، يعني بتفقد منها واحدة فوسفاتاية، تمام؟ والأدينوسين ترايفوسفات دي بدل ما هي ثلاثية بتبقى ثنائية. الكرياتين ده بيعمل إيه باختصار شديد كده؟ الكرياتين الطبيعي بيبقى جوه الخلية على هيئة حاجتين، كرياتين حر وفوسفوكرياتين. الفوسفوكرياتين ده اللي هو بيتقال عليه الPCR. شفت الاي تي بي لما اتكسرت بقت ADP، ادينوسين دايفوسفات، فقدت فوسفاتايه. الاي دي بي ده مع الفوسفوكرياتين الاثنين مع بعض يرجعوها كده ياخدوا الفوسفاتايه الثالثه وترجع تاني ATP اللي هي بتستخدمها انت عشان تبذل طاقه. ده باختصار شديد كانها بترجع تشحن طاقتك سيكا زياده. حلو الكلام؟ سهله. ادينوسين ترايفوسفات، 3 فوسفاتات، مجهود بقت فوسفاتتين عندنا جوه في الجسم. كرياتين على هيئه كرياتين حر وفوسفوكرياتين. فوسفوكرياتين دي فيها فوسفاتايه اهي، فوسفوكرياتين. فالفوسفوكرياتين مع الادينوسين دايفوسفات اللي هي الفوسفايتين تاخد منها الفوسفايه الثالثه ترجع تاني ادينوسين تراي فوسفات، تراي اللي هي الثلاثيه ترجع تاني ادينوسين تراي فوسفات، تبقى انت كانك شحنت طاقتك، بقى عندك ATP. ده اللي الكرياتين الطبيعي اللي جوه عضلاتك بيعمله. لما تاخد كرياتين بقى المفروض ان هو بيعمل ايه؟ المفروض يعني بيزود لك الكرياتين اللي جوه عضلاتك اللي بيرجع يشحن الطاقايه سنه زياده، فيحصل الحوار اللي احنا لسه حكينا دلوقتي ده. حلو الكلام؟ نرجع للحكايه. في الستينات العالمين اللي ظاهر قدامك اسمائهم، العالم ده والعالم ده، عملوا تجربه مهمه جدا. جابوا عضلات ضفدع في حالة انقباض مستمر وعالجوها بمادة اسمها FDNB، اختصار للاسم اللي قصادك ده، اللي بتثبط وبتقلل من الPCR او الفوسفوكرياتين اللي احنا لسه شارحينه في الشرح اللي فات. وطبعا لقوا حاجة متوقعة، ان مستويات ATP انهارت بسرعة جدا. ده كان اثبات علمي ولكن ما كانش معاه تطبيق عملي حقيقي، لحد ما في السبعينات جه البروفيسور روجر هاريس وعمل طفرة في التغذية الرياضية وقرر ان هو يجرب الكرياتين عن طريق الفم. جاب متطوعين اداهم كرياتين وقاس نسبة الكرياتين في عضلاتهم، والنتيجة فشلت. نسبة الكرياتين في عضلاتهم ما زادتش تماما لما تناولوا الكرياتين عن طريق الفم. وقرر ان هو يكرر التجربة دي ولكن على خيول السباق. لاحظ ان الخيول كان عضلاتهم فيها كرياتين عالي والاعلاف كان فيها زيوت سمكية برضو غنية بنسبة كرياتين عالية. قرر يديهم كرياتين صناعي ولكن المشكلة ان الكرياتين ما كانش بيدوب كويس، فقرر ان هو ساعتها يجربه على نفسه وفعلا شربوه. مع بداية التسعينات ظهرت تقنيات تحليل الخزعات العضلية او البيوبسي. قرر التجربة واخد 5 جرام كرياتين لمدة 4 مرات بشكل يومي، وهنا الكرياتين فعلا في عضلاته زاد، وبدأ تجربته الشهيرة في جامعة هوبينج في ستوكهولم، او زي ما انا كاتب لك على الشاشة كده لو انا غلطان في الاسم. بس التجربة دي ما كانش عاملها على نفسه، التجربة دي كان عاملها على رياضيين قبل الأولمبياد بأشهر، ولاحظ ان ادائهم الانفجاري زاد بنسبة من 1 ل 3%، والمجموعة دي خدت في الأولمبياد 5 ميداليات فعلا. ومن هنا البروباجندا الإعلامية والماركتينج بس بمقاييس زمانهم في الجرايد قام بدوره، ان هم قالوا السلاح السري لأبطال الأولمبياد هو الكرياتين، والكرياتين هو كلمة السر وهو السحر اللي خلى المجموعة دي تاخد 5 ميداليات. والإعلام ساعتها وصف الكرياتين بأن هو الليجل روكيت فيول لعضلاتك، يعني وقود الصواريخ القانوني، اللي هو حاجة مش منشطة أو مش حاجة فوربيدن ممنوعة في الاستخدام من الأولمبياد، وأن هو حاجة خارقة للطبيعة، مع أن البحث قال أن هو ساعدهم من 1 ل 3%. بس الجرايد وصفته أن هو كان كلمة السر والسحر في التحول وفوزهم بالأولمبياد. من بحث بيقول زود من 1 ل 3%، لجرايد وصحف بتقول كلمة السر والروكت ماسل فيول والدنيا ايه، ضربوا الكلام العلمي تقريبا 10 أضعاف في وصفهم الإعلامي. وهنا حصل السحر الإعلامي، ديماند أو طلب عالي. اكتر من 80% من الرياضيين اللي بيدخلوا الاولمبياد استخدموا الكرياتين في الاولمبياد اللي بعدها. انت متخيل الرقم؟ وهنا كانت الفرصة الذهبية لشركة اسمها EAS ان هي نزلت اول علبة كرياتين باودر، وكان اسمه فوسفاجين، واستهدفوا
لاعيبة كمال أجسام وأولمبياد، وأخدوا نجوم كبار يراعوا المنتج الجديد. المنتج عمل أكتر من 10 مليون دولار أرباح، و70% من دخل الشركة سنة 94. سنة 1996 بعدها بسنتين مبيعات الكرياتين فقط في أمريكا تخطت 200 مليون دولار. وقف لحظة هنا، فكر كده مع دماغك، هو اللي حصل في تاريخ الكرياتين لحد لحظة الانفجار في 96، الانفجار البيعي اللي حصل ده، هل كانت الابحاث اللي موجوده ساعتها كافيه؟ هل كانت الرحله التاريخيه اللي احنا حكيناها دي تستحق ان الكرياتين تزيد مبيعاته للرقم ده في ظرف سنتين بس؟ ولا هي الصدفه والبروباجندا الاعلاميه اللي حصلت بعد التجربه اللي اتعملت على مجموعه الاولمبياد؟ الشركه اللي احنا حكينا عليها اللي عملت اول منتج كرياتين سنه 94 وباعت ب 10 مليون دولار، اللي اسمها EAS، هي اختصار لاكسبيرمنتال اند ابلايد ساينس. وممكن تستغرب ليه الشركه دي سمت نفسها العلم التجريبي والتطبيقي. وهنا خلينا نرجع لمؤسس الشركه اللي اسمه بيل فيليبس، رجل امريكي اتولد سنه 1964. كان ضعيف البنيه وما كانش اجتماعي تماما، تقريبا ستيريوتايب كل الناس اللي بتبقى عايزه تدخل الجيم. ابتدى يتمرن، دخل الجيم، وفي الثمانينات اشتغل بيرسونال ترينر، مدرب شخصي. ولاحظ ملاحظة يعني كانت طبعا أكيد موجودة ساعتها بشكل أكبر كمان من دلوقتي، إن المعلومات حول التغذية والمكملات والتمرين ضعيفة جدا. أسس مجلة من بيته اسمها ماسل ميديا 2000، دي كانت زي انستجرام زماننا دلوقتي. كان بيهاجم فيها الأساطير وبيهاجم فيها الهبادين، وعمل فيها حلقات عن الهبدات والأساطير والخرافات، وكانت أشهرهم 30 biggest misses أو 30 أو أكبر 30 خرافة. وده اللي خلاه سنة 1900 واللي خلاه سنة 1992 يفتح الشركة بتاعت EAS، إن هو بس قرأ البحث بتاع هاريس اللي احنا حكينا عنه في أول الحلقة، وانبهر بالبحث جدا، وقرر إن هو يعمل منتج كرياتين. ولكن هل هو عمل أي حاجة على الكرياتين؟ الإجابة هي لا. عمل كتاب بادي فور لايف، وكان ساعتها الأكثر مبيعا، وبعد ذروة النجاح باع شركة EAS. وساعتها في التسعينات قال السوق بقى تجارة مش علم، ده في التسعينات مش 2025. وقال إن الموضوع بقى تسويق أكتر ما هو قيمة حقيقية في المكملات. وفي نهاية كلامه عن الكرياتين في الكتاب قال إن الكرياتين مكمل آمن وعليه أبحاث، ولكنه مش سحر، ولو رجع بيا الزمن ما كنتش هركز غير في التعليم وليس بيع البودرة. وختم بجملة أحب أذكرك أنت بيها وحطها حلقة في ودانك بمجرد ما تدخل الجيم. الجملة دي كانت بتقول إن أحسن مكمل هو إنك يكون عندك هدف، بدون هدف الباقي كله مجرد بودرة، أو بمقولة زماننا دخان من غير كفتة. فهل فعلا من بعد الفترة دي كل الأبحاث بقى اللي طلعت والميتا أناليسز كانت تجارة؟ وهل فعلا إحنا محتاجين المكمل ده، ولا ده أكذوبة العصر؟ كمل بحث وتدوير مش نقل في الأبحاث، وادخل في صلب المصادر وكيف بدأ الكرياتين، مش مجرد إنك تشوف سطح البحث، بل تعمق أكتر في عمق كل باحث وكل شخص ورا كل دراسة. في حاجات هتعرف توصل لها وحاجات مش هتعرف، ولكن تسلسل نشأة الكرياتين ربما يبقى ادالك فكرة. إن شاء الله الحلقة الجاية هتبقى عن تحليل منتجات كرياتين مصرية ومستوردة. إن شاء الله ربنا يوفقنا ونلحق نعملها لكم في أسرع وقت. ولكن من هنا للحلقة دي فكر شوية في الكرياتين، وفكر في أي حاجة قبل ما تاخدها. ما تنساش ان احنا عاملين عرض عيد الاضحى على جميع باقات التدريب الاونلاين. لو حابب ان انت تتمرن معانا بالعلم، تاخد نظام غذائي مصمم ليك مع متابعه يوميه في باقه ميدفيت، او لو مش محتاج متابعه يوميه ممكن متابعه شهريه عن طريق الايميل في باقه السمارت او الباقه الموفره. كل ده لو حابب تتمرن معايا بشكل شخصي في الباقه الجولدن إليت، تقدر ان انت تعرف الاسعار من خلال موقعنا او من خلال رقم الواتساب اللي ظهر قصادك على الشاشة، علشان تلحق توصل لأحسن فورمة ليك وتوصل لهدفك قبل الصيف. سيب لي في الكومنتات منتجات كرياتين حابب ان انا احللها في حلقة تحليل الكرياتين القادمة ان شاء الله.